السلام عليكم خواتاتي، واش راكم؟ ان شاء الله قاع تكونوا بخير. ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. وشكون اللي مازال ما رقدتش الزيتون ولا تخاف ما يصدقلهاش ولا ما تعرفش، نقول لك ارواحي يا اختي كملي هذا الفيديو حتى للاخير، وباذن الله تولي محترفه في ترقيد الزيتون. يعني طريقه سهله، وراح نشارك معكم طريقتين: الطريقه التقليديه اللي تعلمناها على امهاتنا وجداتنا، والطريقه العصريه ولا بدوه اللي راهم بزاف يستعملوها. يعني هنا انا راح نعطيكم الفكرتين في زوج. المهم حبيباتي بروفيتوا وقت الزيتون هذا، هو راه يدير 10000 12000 الكيلو يعني، وترقديه على يدك خير من اللي من بعد تولي تشري فيه 50000 60000 وانت ماكش عارفه مام با كيفاش مرقد. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الزوجه، رمضان راه على الابواب، يعني ماذا بكم تخدموا كونتيتي من بعد تستغلوه، يعني تولوا ديروه للسلطه للبيتزا، يعني والله لا تحتاجوا حتى تقدروا تاكلوه غير بالمطلوع ويجي بنين. المهم حبيباتي هنا كان عندي شوفوا انني خادمه واحد 10 كيلو تاع الزيتون. هنا كل خطره راني نشري ونخدم. بالنسبه للطريقه الاولى اللي كنت درتها، جبت الكميه تاع الزيتون تاعي، بديت نشلح فيها بهذه الاله. اللي عندها هذه الاله صح يعني تساعدكم، اللي ما عندهاش احكمي غير الموس واحكمي الحبه تاع الزيتون، ديري لها 3 شلطات. على واش نديروا هذوك الشلطات؟ باش من بعد كي نديروا الزيتون في الماء المروريه تاعو تقدر تخرج، كي تشلطوا هكا يقدر الزيتون تاعكم يطلق المروريه تاعو في ذاك الماء. المهم حبيباتي المقطع اللي كنت درته في الماء كان راح لي بصح دوكا نقول لكم. بعد ما شلحت كاع هذاك الزيتون، حكمت بيدو تاع 5 يوطرو تاع الماء، درت كاع هذاك الزيتون فيه ودرت فيه الماء، وليت كل يوم نبدل له الماء مده 6 ايام. كي لحقت 6 ايام يعني خويت كاع الماء، ورايحه دوك نوريكم كيفاش نرقدوه. تقدروا من 6 ايام حتى 7 ايام 8 ايام ما ديروا لا ملح لا خل لا حتى حاجه، يعني تولوا تبدلوا الماء كل ما تفوت 24 ساعه. باغ اكزومبل اليوم راني عمرت الماء، غدوه هذا الوقت نعاود نعمر له الماء، نخوي هذاك ونعمره الماء جديد. المهم حبيباتي راني دايره الزيتون تاعي تروح له المروريه كل يوم راني نبدل له. وهنا جيت نوري لكم الطريقه تاع الدواء، يعني تاع لاسيد. شوفوا باش نكون معكم صريحه، هي ما كانش كيما الزيتون اللي مرقد بالطريقه الطبيعيه، بصح كاين اللي ما يعني ما يقدهاش الوقت كل يوم تبدل كل يوم تبدل، تحب هذا يعني بالخف يوجد. هذا كيما اللي راه ينباع في الحوانت، باسكو كاع مرقدينه بالدواء. هذا في 24 ساعه تروح له المروريه. شتوا هذاك الاول كنا يعني كي نديروا له الماء كل يوم نبدلوا له يعني حتى تلحق سيمانه، من 5 ايام حتى ل7 ايام. كي تحبوا تذوقوا احكمي الحبه ذوقيها، كي تصيبي راحت لها المروريه عرفي باللي الزيتون تاعك واجد باش تبداي ترقدي. دوك نوري لكم طريقه تاع الترقاد. بالنسبه لهذا تاع الدواء واش ديري؟ تحكمي الزيتون تاعك تشليه بيان، من بعد تجيبي الدواء تاعك. كاين اللي يجي فيه قرعه دايره كيما القرعه تاع لاسيد، كيما كاين هذا جاي كيما لاسيد تاع الشربات. هنا شوفوا البنات، هي نورمالمون الساشي هذه تدار في 8 يوطرو تاع الماء مع 10 كيلو تاع الزيتون. انا ما عنديش 10 كيلو تاع الزيتون، عندي كيلو واحد. رايحه ندير مغرف وحده تاع لاسيد، وندير حوالي واحد اليوطرو قل شويه تاع الماء. المهم الماء ديروه قيس ما يتغطى لكم الزيتون، وانا راح ندير غير مغرف وحده تاع هذاك لاسيد. واش راح ندير هنا؟ رايحه نخليها مده 24 ساعه. كيما نتوما لو كنتو رايحين ديروا 10 كيلو تخلوها 24 ساعه وتخلطوا بمغرف تاع اللون. انا هنا منين ما عنديش بزاف درت غير في القرعه ونخلط غير في القرعه مده 24 ساعه، كل مره نخلط حتى تفوت 24 ساعه. راح نوريكم كيفاش يعني يولي كحل، باسكو هذا الدواء يخلي الزيتون تاعكم يخرج كاع المروريه اللي فيه بلا ما تشلحوه بلا ما والو. يعني اللي يكون عندها كونتيتي تاع زيتون تاع 10 كيلو ولا 15 كيلو ولا 20 كيلو ما يقدهاش الوقت يعني، ولا تعيا باش تقعد تشلح فيه، تقدروا ديروا هذه الطريقه ثاني كيجي بنين. بصح يعني صراحه ما يجيش كيما اللي مرقد طبيعيا اللي تنحي له المروريه تاعو يعني بالطريقه التقليديه. المهم حبيباتي هنا راح نخليه 24 ساعه، كل ساعه 2 سوايع نبدا نحرك. بعد ما فاتت 24 ساعه هاو ليكم الزيتون. شوفوا هذاك الماء كيفاش ولا، على واش ولا كيما هكا؟ باسكو اطلق هذيك المروريه تاعو، اطلق هذيك الحموضيه، ما فتحت عليه ما والو. كل مره نحاول غير هكا نقلب، كل مره نحاول نقلب حتى
كي لحقت 24 ساعة هنا رايحة نخوي الماء. بعد ما نخوي الماء واش رايحة ندير؟ رايحة نبدلو الماء 2 مرات. يعني دوكا نعاود نعمر القرعة، نعمر لها الماء، نخليها فيه واحد انا شوفوا على يومين وانا نبدلو باش تروح منه كاع هذيك البنة تاع لاسيد ولا هذيك البنة تاع الدواء، باش يولي يعني نقي ويتنقى من هذاك البرودوي. المهم حبيباتي شوفوا الماء تاعو كيفاش راه داير. هنا رايحة نعمر له الماء، نخليه في هذاك الماء يعني نهار كومبلي، ومن بعد نرجع ثاني كنعاود ندير له الماء للمره الثانيه. ومن بعد البنات نبدا نرقد فيه بالطريقه التقليديه. يعني انتم في الترقاد كيما تحبوا ديروا له. شوفوا هنا بعد ما بدلت له يومين الماء، شوفوا الماء تاعو كيفاش ولا. الماء ما ديروا لا حامي لا بارد، ندير ماء عادي من السباله، برك يكون الماء الحلو. يعني كاين اللي الماء تاعهم ما يتشربش، الماء اللي تشربوا منه، يعني الماء اللي يتشرب منه هو عمره. هنا واش راح ندير؟ رايحه هنا نبدا الترقاد تاعو. بالنسبه للترقاد واش نديرو؟ يعني نتوما اذا تحبوه حار ديروا الحرور، اذا تحبوه ماشي حار انتم لكم الاختيار. انا اليوم راح نشارك معكم الزيتون مرقد عادي بالطريقه التقليديه، تقدروا تزيدوا له الحار. والمره الجايه راح نشارك معكم طريقه تاع الزيتون اللي يجي فيه الزيت مع الزروديه وكاع. هنا خواتاتي رانا متفاهمين الكميه تاع الزيتون. كاين اللي درت لها الدواء يعني يجي مكتوب فيه، نتبعوا واش كاين عندكم. هي نورمالمون هذيك القابصه اللي درتها انا تدار في 10 كيلو زيتون و8 يطرو تاع الماء. انا ما كانتش عندي 10 كيلو زيتون، كان عندي غير كيلو زيتون، درت مغرف واحده في قل من يطرو تاع الماء. المهم حباباتي يعني على ذاك درت مغرف واحده، وقلت لكم بدلت الماء حتى يعني الاولى خليته 24 ساعه ومن بعد بدلته 2 فوا حتى ولا الماء تاعو صافي. هنا البنات وبالنسبه للزيتون اللي شلحته قعدت نبدل له مده اسبوع الماء حتى ولات الزيتون ما فيهاش المروريه. دوكا هنا نبداو الترقاد. بالنسبه للترقاد واش نديرو؟ عندي الزعتر، عندي الليم، عندي البسباس، عندي الثوم، واكيد الملح. تحبوا تزيدوا الفلفل حار في هذه المرحله، والزروديه تقدروا ديروا حبات فلفل حار وتزيدوا تقطعوا الزروديه تاعكم دي غوندال. المهم حبيباتي انا هنا مانيش راح نديروا حار باسكو راني ديجا موجده الحار من قبل وشاركته معاكم. هنا حبيباتي واش راح ندير؟ انا راح ندير يعني عندي هذه البلاره كبيره رايحه نرقد فيها، واللي يبقى لي نخليه في البواده هذاك تاع في البواده هذوك تاع الماء ولا تاع الزيت ولا البواده هذوك ولا القروع تاع الجي، برك اغسلهم بيان. واش راح ندير البنات؟ هنا رايحه نجيب الزيتون تاعي نعمرو في هذا البقال ولا في هذه البناره. من بعد حبيباتي نبدا واش ندير؟ نعمر شويه زيتون وندير مغصو تاع القارص، نعمر شويه زيتون وندير المغصو داك تاع البسباس العادي، ومن بعد ندير شويه زعتر، يعني حتى نكمل كامل الكميه تاع الزيتون. راهي طريقه سهله، يعني راكم شفتوا البنات. الكونتيتي الاولى كنت شلحتها درتها في بيدو تاع 5 يوطرو، كل خطره نبدل الماء، يعني كل 24 ساعه نبدل الماء، ما ندير لا ملح لا والو. كي نكمل يعني تفوت 24 ساعه نبدل الماء، كي لحقت سيمانه بديت ندير في هذه الطريقه. بالنسبه لهذاك تاع الدواء قلت لكم عندكم القابصه تاع الدواء في 10 كيلو في 10 كيلو تاع الزيتون، انا كان عندي غير كيلو، درت غير مغرف بركه يطرو تاع الماء في كيلو تاع الزيتون، ودرت مغرف من هذاك البرودوي ولا من هذاك لاسيت. يعني انا الاغلب كاع تاع الزيتون درته بالطريقه التقليديه. بالنسبه للترقاد كي تاع الدواء كي هذاك المشلح ديروه بنفس الطريقه، يعني تحكموا تخولوا كاع منه هذاك الماء تاع الترقاد، من بعد ديروا فيه بقال ولا تخلوه في نفس البيدو اللي كنتوا تخدموا به. انا درت هنا في البقال ولا في هذه البناره باش تشوفوا الطريقه. بديت ندير في الكميه تاع الزيتون، وبديت ندير مورسو تاع قارص، من بعد ندير شويه زيتون، ندير حبه تاع ثوم، ومن بعد شويه زيتون، مورسو تاع بسباس. البسباس والقارص والثوم والزعتر يعطوا بنه هايله. قلت لكم تقدروا تزيدوا الزروديه، تحبوا تزيدوا الفلفل، تحبوا تزيدوا شويه معدنوس مجفف، تحبوا ديروا زريعه البسباس ثاني رايحه تعطيكم بنه هايله. يعني انا هذه هي الطريقه اللي درت بها. هنا البنات واش رايحه ندير؟ رايحه نبدا ندير الماء سخون. الماء لازم ماشي سخون كاع يغلي، الماء يكون دافي. هنا دفيته. من بعد واش رايحه ندير؟ رايحه ندير فيه كميه تاع الملح في هذا الماء. على واش درنا الماء سخون؟ الاولى الزيتون تاعنا يحافظ على اللون تاعو كي ديروا الماء سخون، والثاني ما يخسر لكمش باسكو بزاف اللي كيديروا الزيتون كيخلوا في هذه المرحله يترقد يخسر لهم. يعني بهذه الطريقه ديروا الماء يكون دافي باش الزيتون يحافظ يعني
البنة تاعو. المهم حبيباتي شوفوا درت واحد 3 مغارف تاع ملح في هذاك الماء. على واش درنا 3 مغارف؟ عندنا في كل كيلو تاع زيتون رايحين نديروا مغرف تاع الملح، يعني هذه قاعده تمشوا بها. من بعد انت شوفي، من بعد كي تولي ترقدي فيه ترقد تكملي معاه، يعني ولي ذوقي الحبه. اذا حسيتي خاصها الملح تقدري تزيدي له. المهم حبيباتي هنا واش درت؟ هنا بعد ما درت الماء مخلط مع الملح، رايحه نعمر البناره تاعي ولا البقال حتى يتعمر كاع، يعني هذاك الزيتون يتغطى، ما تخلوش شويه هكا تاع الزيتون تبان، لازم الماء يكون اكثر من الزيتون. واش راح نزيد؟ راح نزيد نكمل كميه تاع الزعتر، يعني الزعتر ثاني كيعطي بنه هايله في الزيتون، يعطيكم واحد البنه ما شاء الله. يعني على داك ديما نقول لكم الزيتون راه وقته بروفيت، وانا نحب نخدم العوله تاع العام، صدقوني شد لي مرات حتى العام، واكيد نمد منه الاحباب ولا فامي وكاع من هذاك الزيتون. المهم خواتاتي وقلت لكم راه رخيص دروك، تقدروا تشروه ب 10000 بس من بعد يولي 50000 60000. يعني هذه عوله من عولات رمضان. المهم حبيباتي نفس الطريقه اللي درتها في هذا الزيتون المشلح رايحه نديرها في الطريقه الاخرى تاع الزيتون اللي درتو بالدواء. كاع تحكموا كيما هكا، تخوي هذاك الماء، تديري الزيتون تاعك في بناره ولا ديري في نفس البيدو، ديري القارص، تحبوا قلت لكم تزيدوا الفلفل، تحبوا تزيدوا زروديه. ومن بعد هنا جينا في المرحله الاخيره. المرحله الاخيره وشنو هي؟ ريحه هنايا نزيد اوريقه تاع الرند. شوفوا الرند نسيت كاع ما درتوش، يعني نورمالمون الرند نديرو كيما راني كنت ندير في الليل، بصح معليش البنات يعني غير دوكا وريحه نديرو. هنا رايحه ندير كميه تاع الرند 3 وريقات ولا 4 نغسلهم. والحاجه الاخيره اللي رايحه نديرها واللي هي زيت الزيتون. ضروري انكم كي تكملوا كاع الزيتون تاعكم وديروا له الماء، رايحين نزيدوا الحاجه الاساسيه في ترقاد الزيتون واللي هي زيت الزيتون. يعني بعد ما ديروا الماء تاعكم رايحين تديروا طبقه تاع زيت الزيتون، يعني واحد 3 مغارف ولا، المهم يشكل لكم طبقه كاع من الفوق. دونك بزاف يقولوا لي اسي على واش نديروا زيت الزيتون. شوفوا زيت الزيتون يدير لكم طبقه خفيفه عازله فوق الجزء المرقد هذاك تاع الزيتون، وهذا يساعد يمنع دخول البكتيريا والفطريات اللي تفسد هذاك الزيتون. ثاني زيت الزيتون يخلي الزيتون تاعنا يشد اللون تاعو، يعني يبقى اللون تاعو كما هو، ما يتغيرش اللون تاعو. حاجه ثالثه، شفتوا حنا كي نشلحوا الزيتون يعني كي يولي بالماء والملح، يعني هذوك التشليحات هذوك، يعني هذوك الفتوحات يولوا هكا حرش ولا، بصح بزيت الزيتون يعني يرطبهم، يعطيهم هكا رطوبه باش ما تجيكمش هكا الحبه مشلحه وحرشه، فهمتوا؟ يجيكم ارطب. يعني زيت زيتون ضروري. وهنا حبيباتي كملنا الزيتون تاعنا، وهذه هي الطريقه تاعي. يعني قلت لكم راني خادمه قريب 15 كيلو، اكيد رايحه نتسر رمضان شويه ونمد الاحباب شويه، وهذه هي الطريقه درت لكم بطريقتين. هنا كيفاش راح نبلع؟ راح ندير السيلوفان كاع على البلاع هذاك كيما تقدروا ديروا في بيدو، ومن بعد نبلع بالبلاع. واش راح ندير؟ راح نخلي البقال تاعي في بلاصه تكون مظلمه، انا نديرو تحت البوطاجي، ونولي يعني بعد 10 ايام ولا 15 يوم نفتح هذاك البقال ونجبد وندوق الزيتون. وبهذا هو الفيديو بالتفاصيل. ان شاء الله ما كنتش ثقيله عليكم. اللي مازال ما وجدتيش نقول لك ما بقى حال، روحي اشري كميه وخدميه يعني بالطريقه التقليديه، ولا تحبوا ديروه بالدواء. وخلوا لي رايكم في التعليقات، وما تنساوش جاب او كومونتير لا فيديو. تهلاو في رواحكم. سلام سلام.